سبحان الله. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك الحج ليس آمنا. هؤلاء القوم، هؤلاء خوان المسلمين، الإخوان المفلسين. أنا ظننت عندما رأيت بيان، ربما سيخرجون بيان يبين خطورة الذهاب إلى تركيا، لأن في اعتداءات على العرب كثيرا، ليس كلهم لكن في فيديوهات كثيرة. أو ظننت أنه سوف يكون بيانا يردون على المرشد الإيراني الخامنائي بكلام مفخخ ذكره وصرح به، يريدون نشر الفوضى في بيت الله الحرام. لكن هؤلاء القوم عندهم الغيرة على إسطنبول أكثر من بيت الله الحرام، بلسان المقال ليس بلسان الحال. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يهديهم أو يخزيهم، لأن ما في إنسان عاقل فضلا عن إنسان مسلم، فضلا على أن يدعي أنه شيخ يحذر من الحج. كذابون هؤلاء القوم. الحج آمن. رأينا امرأة عجوز جزائرية ما شاء الله تشكر في الحكومة، الإخواننا وأخواتنا من الليبيين ما شاء الله دخلوا المطار، وقع لهم مشاكل، سهلت لهم الدولة السعودية، تراهم يسجدون. الله أكبر. هذه الفيديوهات ما تراها عند هؤلاء القوم، ما ينشرونها. هؤلاء يريدون الذهاب إلى الحج إلى أين؟ يريدون تحج في لندن وتحج في باريس وأمريكا وإسطنبول. والله كما ذكر أحد السلف، أهل البدع كالمنافقين. سبحان الله. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. شوف هذا الكذاب شريف عبد الله شريف، هذا كذاب، هذا كذب علي، فعل فيديو يكذب علي. هو أنا أتحدى، أنا في لندن، تعال نتناقش علانية أنا وأنت. أفضحك أيها الكذاب، وغيرهم كذلك. طيب، كذابين. قال لك الحكومات العربية، ايش هما؟ الحكومات العربية عبيد للغرب، هؤلاء هربوا الغرب. طيب، كفروا الحكومات المسلمة وهربوا إلى الغرب. أي أروح أنت وافهم، أروح أنت وافهم يا أخي الكريم. كفروا الحكومات العربية والإسلامية لأنهم كما عبيد عند الغرب كما قالوا هم، ثم هم هربوا وأصبحوا عبيد عند الغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يحفظ الحجيج، والله يوفق الحكومة السعودية. وأنا رأيت بأم عيني، والله جل وعلا سوف يسألون يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: قفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سوف يسألني الله عن هذا الكلام، وأنا أعرف ماذا أقول. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه تبارك وتعالى، الذي رأيت بأم عيني وأبهرني وأدهشني الخدمات والتسهيلات التي تفعلها السعودية للمعتمرين والحجيج. والله لا يشك في هذا إلا ماجوسي يبغض أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، لأن هذا تربى على بغض الصحابة ويرى بأن هؤلاء نحن العرب أحفاد الصحابة والمسلمين كذلك. طيب، فيبغض أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر. بارك الله فيكم. فالشاهد بارك الله فيكم، هؤلاء القوم أنا ما أفهمش أنا من أي فصيلة أنتم. الله يهديكم، نسأل الله أن يهديكم أو يخزيكم في الدنيا والآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن من أراد بالإسلام والمسلمين وبالحجيج شر أن يشغله بنفسه ونجعل عليه دائرة السوء. اللهم آمين. الله المستعان. فلابد نفضح هؤلاء القوم، نفضحهم. الحج ليس آمنا. يحذرون من الحج يا شيخ. أين الأمن والإيمان؟ في إسطنبول. يا أخويا الله المستعان. حسبنا الله ونعم الوكيل، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.